والصلاة والسلام على نبيه محمد خير من بورك بالطيبات. سعادة السيد الفاضل المكية لمولانا أمير المؤمنين أعز الله أمره السيد الفاضل عامل صحيح على عمالة مكناس، السادة الأفاضل ورؤساء مجالس الجماعات ورؤساء ومدير المصالح الخارجية للوزارات، السادة الشرفاء، إخواني المقدمين الأبرار.
والفقراء العلميين والمادحين الأخيار، أيها الجمع الكريم والحضور المؤمن الغيور، نحيي كالعادة موسم الفقراء العلميين، فاتحة مواسم الإمام المولى إدريس الأكبر بزرهون، ذكرى زيارة شيخنا المؤسس الولي الصالح المتبرك به حيا وميتا سيدي عبد القادر العلمي إلى هذا المقام المبارك ضريح مولانا إدريس الفاتح الأكبر. ونحن إذ نصف هذه الزيارة أصحابها ومكانها بالبر، فلأن تجليات البر فيها جلية روحية ومادية يعلمها البصير والخبير. إن البركة في الاصطلاح هي ثبوت الخير والزيادة والنماء واستقرار النفع العظيم في الشيء، وهي هبة من الله يضعها فيما يشاء من الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأعمال. فهذه بركة في المولى إدريس الذي نحن في رحابه، فر إلى الله من معركة الفخر مع خادمه راشد الأمازيغي، وبالبركة الإلهية نزل في المغرب بين أحضان الأمازيغ الأحرار، فأسس منهم هذه الدولة، بل الأمة المغربية الممتدة عبر قرون. فرد صار أمة. وهذا الشيخ البركة سيدي عبد القادر العلمي يزور جده المولى إدريس الفاتح في نفر من فقرائه ومحبيه استقصاء وتبركا، لكن سرعان ما سيكثر المحبون عبر ربوع المملكة وخارجها، وتصبح زيارة الحدث ذكرى سنوية وموسما، بل مواسم عديدة للزوايا والطوائف والقبائل على اختلافها، عربا وأمازيغ، من زيان وسوس وزمور ومن خارج الوطن. إنها بركة تجلياتها هذه الوحدة الوطنية، وهذا الامتداد في الزمن لحدث الزيارة. الإشارة قبل 3 أيام توصلت ببحث للشريف سيدي آمين الشبيهي، وأكد له الدكتور سي أحمد إشارخان أن الزيارة كانت سنة 1826 ونحن في 2026. إذا فنحن نحتفل بذكرى مرور قرنين أو 200 سنة على هذا الحدث المبارك. وهذا القرآن وهذه الأذكار والصلوات والأمداح والصدقات المضاعفة أضعافا كثيرة عند الله تعالى هي بركة. وهذه المنافع الاقتصادية بركة الأرزاق. وهذه الرعاية السلطانية من عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام، والموروثة خلفا عن سلف من السلاطين العلويين الأشراف، الممتدة مع مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، هي من أكبر البركات. وما من البركة عند الله العظيم هي أعظم. أيها الحضور المؤمن الغيور، إن البركة عند السلف كثرة وخير ونماء. يقول سيدي عبد القادر العلمي متوسلا بهذا الإمام المبارك في قصيدته الإدريسية: يا حفيد المصطفى يا الغوث الهمام،
غيتنا يا مولاي إدريس بالقرايم، شوق المحبة جبل النور يا المغرور، علاج دنية الغرور بكل والزيارة، كيف أمرنا نبينا زكي مبرور بالدعاء عند قبول السياد للغزارة. فها نحن يا نتوسل إليك في هذا المقام الإدريسي، ونسألك أن تبارك لنا في هذا الموسم وتنفعنا ببركة أوليائك. اللهم رحمتك الواسعة على شيخنا المبارك سيدي عبد القادر العالمي، والفاتح الأكبر الإمام مولانا إدريس، وجازهما عن هذا البلد خير ما جزيت به محسنا عن إحسائه وعطائه. اللهم بارك لنا في أمير المؤمنين صبط نبيك الأمين جلالة الملك محمد السادس، وارزقه النصر والفتح المبين، وحفه بالبركات في صحته وعمره وأعماله، وبارك بذكر جلوسه على عرش أسلافه المنامين أعواما مديدة عديدة، حتى يحقق لشعبه الوفي ما يصبو إليه من الرقي والازدهار. وبارك في ولي عهده سمو الأمير الجليل مولاي الحسن، وسموه السعيد الأمير مولاي رشيد، وسائر الأسرة الملكية الشريفة. وأنزل اللهم رحمتك وبركتك على الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، وأكرم مثواهما وطيب ثراهما، واجعلهما مع النبيين والصالحين وشهداء الوطن والدين، واجعل بلدنا مباركا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ومع سيدي عبد القادر نسأل الله تعالى الستر والبركة في البلاد والمال والرضا والرحمة وعفوك عن الزاني. اللهم دعاء مستجابا لحضورنا ودعوة خير لغائبنا ومن له حق علينا، واجعل جمعنا مباركا مرحوما وتفرقنا منه سالما موفقا معصوما، ولا تجعل فيه شقيا ولا محروما، يا ذا اللطف الخفي والوعد الكفي، بحق اسمك الأعظم وجاه نبيك الأكرم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من شقت الأسرار وانفرقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق تنزلت علوم آدم فأعجز خلق وله تضالت الفهوم فملك منا سابق ولا لاحق فرياض ملكوت مثل جماله بورقت وحياض الجبروت بفرد أنواره متفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذا الواسطة لدى فكما قيل البسوط صلاة تليق بكمله كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع دال جحدك وحجابك الأعظم القائل لك بين يديك. اللهم الحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها بموارد الجهل وأقرع بها بموارد الفضل. واحملني على سبيله إلى حضرتنا حملا محفوظا بنصرة الأرض على الباطل فأدمغه والجبي في بحار الأحدية والشديد في لوحات توحيد واغرقني في عين محي وحدة احتالا ولا أسماء ولا أجيد ولا ارسلنا بها وكرجاب رعب حياة روحي وروحه سر
حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن إلهي بما سمعت به نداء يا زكريا عليه السلام وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك